أعلن نادي روما الإيطالي عن إقالة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب سوء النتائج المحققة، والتي كان آخرها الخسارة أمام ميلان ب3 أهداف مقابل هدف في الدوري الإيطالي. وكذلك أعلن نادي روما أن جوزيه مورينيو ومعاونيه الفنيين سيغادرون النادي بأثر فوري. وأيضا تم الإعلان عن مورينيو باعتباره المدير الفني ال60 في تاريخ روما في ماي 2021، وقاد الفريق للفوز بلقب دوري المؤتمرات في تيرانا في 25 من ماي 2022، وإلى نهائي الدوري الأوروبي في بودابست الموسم الماضي. وقاد مورينيو فريق روما في 138 مباراة بمختلف المسابقات، حقق الفوز في 68 مباراة وتعادل 30 مباراة وخسر 40 مباراة. أسباب إقالة مورينيو من روما: كان المدرب البرتغالي محبوبا من جمهور روما بعد أن قاد النادي إلى التتويج بلقب أوروبي في موسمه الأول مع الفريق، لكن النتائج والأداء هذا الموسم كانت سيئة للغاية، مما أدى إلى إقالته. وفتحت هذه الإقالة باب إمكانية تواجد المدرب البرتغالي المخضرم في الدوري السعودي مرة أخرى، بعدما تلقى عدد من العروض الضخمة مع بداية الموسم الحالي.